في رقم واحد بس لو فهمته صح هتستوعب إحنا بنتكلم عن إيه فعلاً. 31 مليار متر مكعب طمي متراكم تحت المية. طب الرقم ده معناه إيه؟ معناه إن في ثروة مدفونة تحت بحيرة واحدة ممكن تبقى بمليارات الدولارات ومحدش واخد باله بالشكل الكافي. طب ليه محدش استغلها كل السنين دي؟ وليه الملف ده كان دايماً على الهامش رغم إنه ممكن يبقى محور اقتصاد كامل؟ والأغرب إن الطمي ده مش تراب وخلاص، ده فيه حديد ومنجنيز وفوسفات، وفي احتمالات لوجود دهب كمان في مناطق معينة قريبة من سلاسل جبال النوبة اللي تاريخياً كانت من أغنى مناطق التعدين في مصر. طب لو ده حقيقي إحنا قاعدين فوق كنز ولا إيه بالظبط؟ طب ليه مفيش شركات عالمية شغالة فيه من زمان؟ وهل المشكلة كانت في التكلفة ولا في الإدارة ولا في عدم وجود رؤية؟ وفوق ده كله في مية بتتبخر كل سنة بمليارات الأمتار، بعض التقديرات بتقول من 10 ل 12 مليار متر مكعب سنوياً، يعني كأنك بترمي موارد زراعية ضخمة في الهواء. المية دي لو اتحولت لزراعة كانت ممكن تزود الرقعة الزراعية بملايين الأفدنة وتقلل فاتورة الاستيراد اللي بتوصل لمليارات الدولارات سنوياً، خصوصاً في القمح والزيوت. وفي نفس المكان في مشروع طاقة شمسية عائمة ممكن يوصل ل 5000 ميجا وات، رقم يقرب من ضعف إنتاج السد العالي. يعني إحنا قدام مكان واحد فيه طاقة ومية ومعادن وثروة سمكية. طب ليه لحد دلوقتي مش متحول لقوة اقتصادية ضخمة؟ وليه التحرك الحقيقي بدأ متأخر؟ وده اللي هنفهمه دلوقتي واحدة واحدة، بس ركز معايا وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. بحيرة ناصر مش مجرد مية وخلاص، دي منظومة اقتصادية متكاملة لو اتدارت صح. مساحتها حوالي 5250 كيلومتر مربع، وده رقم ضخم جدا يقارب مساحة دولة صغيرة. البحيرة دي بتأثر بشكل مباشر وغير مباشر على ملايين المصريين لأن معظم الزراعة والشرب معتمدين على مية النيل. كمان حوالي 3.5 مليون فدان بيعتمدوا على المية اللي خارجة من البحيرة. يعني ببساطة أي تغير في كفاءة البحيرة بيساوي تأثير مباشر على أكل الناس في مصر. نيجي بقى للمشكلة الكبيرة، التبخر. الحرارة في أسوان ممكن توصل ل 45 درجة مئوية، وده بيخلي البحيرة تفقد من 10 ل 12 مليار متر مكعب سنوياً. يعني ببساطة كل سنة بتفقد مية تكفي لزراعة حوالي 2 مليون فدان تقريباً. ولو حسبناه اقتصادياً الفدان ممكن يحقق صافي دخل من 10 ل 20 ألف جنيه حسب المحصول. يعني احنا بنتكلم نظرياً عن عشرات المليارات اللي بتضيع كل سنة. طب تخيل الرقم ده لو اتحافظ عليه كان ممكن يقلل استيراد القمح مثلا بنسبة كبيرة، خصوصا إن مصر بتستورد أكتر من 10 مليون طن سنويا. طب والسمك؟ في التسعينات كان الإنتاج حوالي 50 ألف طن سنويا، دلوقتي حوالي 20 ألف بس، يعني خسارة حوالي 20 ألف طن كل سنة. لو حسبنا متوسط سعر الطن 30 ألف جنيه يبقى بنتكلم عن خسارة تقارب مليار جنيه سنويا. ولو بصينا لدول زي فيتنام هنلاقي إن هم بيصدروا سمك بأكتر من 8 مليار دولار سنويا. يعني الفرق مش في الموارد، الفرق في الإدارة والتخطيط وسلاسل التبريد والتصدير. وفي حلول زي الأقفاص السمكية ممكن تضاعف الإنتاج 3 مرات بدون زيادة مساحة، وده معمول في دول كتير وناجح جدا. كمان إدخال نظم تتبع ومراقبة للمخزون السمكي ممكن يقلل الفاقد بنسبة 20%. مشروع الطاقة الشمسية العائمة. بس قبل ما نكمل لازم نسأل سؤال مهم جدا، هل كل الناس شايفة المشروع ده فرصة ولا في ناس شايفة إنه مخاطرة؟ في رأي بيقول إن تغطية أجزاء من البحيرة بألواح شمسية ممكن يأثر على النظام البيئي، ممكن يقلل الأكسجين في المية، وممكن يأثر على حركة الأسماك. وفي ناس تانية بتقول إن تكلفة المشروع ضخمة جدا، ممكن توصل ل5 مليار دولار. والسؤال هنا، هل العائد هيغطي التكلفة دي بسرعة ولا هنستنى سنين طويلة؟ لكن في نفس الوقت دول زي الصين والهند بدأت مشاريع مشابهة ونجحت فيها. الصين عندها محطات طاقة شمسية عائمة بقدرات بتوصل لأكتر من 1 جيجا وات، والهند بدأت تغطي مسطحات مائية كاملة. يعني التجربة موجودة، بس هل البيئة في مصر هتدي نفس النتائج؟ استنى كده، ركز في النقطة دي. إحنا مش بنتكلم عن محطة كهرباء عادية، إحنا بنتكلم عن مشروع ممكن يغير خريطة الطاقة في مصر بالكامل. طب تخيل معايا السيناريو ده، لو المشروع ده اتنفذ بالكامل إيه اللي ممكن يحصل؟ هل فعلا ممكن يبقى عندنا كهرباء أرخص؟ ولا هنواجه تحديات في الشبكة والتخزين؟ المشروع ده ممكن يغير قواعد اللعبة بالكامل. قدرة 5000 ميجا وات معناها إنتاج سنوي ممكن يوصل ل 10 مليار كيلووات ساعة، وده يكفي لتغذية حوالي من 3 ل 4 مليون بيت.
الميزة إن الألواح فوق المية بتشتغل بكفاءة أعلى بنسبة 10 ل 15% بسبب التبريد الطبيعي، وكمان بتقلل التبخر بنسبة ممكن توصل ل 30% في المناطق المغطاة. يعني ممكن توفر من 1 ل 2 مليار متر مكعب مية سنوياً، وده رقم لو اتحسب اقتصادياً يساوي مليارات، لأن كل متر مكعب ممكن يخدم مئات الآلاف من الأفدنة. كمان المشروع ممكن يقلل انبعاثات الكربون بحوالي من 5 ل 7 مليون طن سنوياً، وده بيدي مصر ميزة في أسواق الكربون العالمية. ومن ناحية الشغل، كل 1 ميجا وات بيوفر من 5 ل 7 وظائف، يعني المشروع ممكن يوفر 30 ألف وظيفة مباشرة. الطمي والمعادن، بس هنا بقى لازم نقف لحظة، لأن الموضوع مش سهل زي ما أنت متخيل. في جدل كبير حوالين فكرة استخراج الطمي. في ناس بتقول إن التكريك ممكن يدمر التوازن البيئي للبحيرة ويأثر على جودة المية، وبالتالي يأثر على السمك. وفي رأي تاني بيقول إن التكلفة ضخمة جدا، مليار يورو أو أكتر، وممكن المشروع ياخد 10 سنين أو أكتر علشان يبدأ يجيب عائد. طب هل ده استثمار مضمون ولا مخاطرة كبيرة؟ لكن في المقابل، دول زي هولندا بتعمل تكريك بشكل مستمر في أنهارها وموانيها، وبتحقق عوائد ضخمة جدا من استخدام الرواسب. يعني التكنولوجيا موجودة، بس التنفيذ هو التحدي. هنا بقى ندخل في أخطر جزء في الحكاية كلها، الجزء اللي محدش بيتكلم عنه كتير، رغم إنه ممكن يكون أهم من كل الحاجات اللي فاتت: الطمي. بس استنى، مش أي طمي، إحنا بنتكلم عن كميات ضخمة جدا متراكمة بقالها عشرات السنين. طب ليه محدش قرب منه قبل كده؟ لأن التكريك عملية معقدة ومكلفة، وبتحتاج تكنولوجيا متقدمة علشان تفصل المعادن عن الطمي بكفاءة. الطمي ده هو الكنز الحقيقي. قبل السد العالي، الطمي كان بيروح للدلتا ويخصب الأرض. بعد السد العالي اتجمع كله في البحيرة. الكمية وصلت ل 31 مليار متر مكعب، ولو حسبناها بالوزن ممكن تعدي 40 مليار طن. لو حتى 1% منهم في معادن، يبقى عندك 400 مليون طن معادن قيمة. بعض الدراسات بتقول إن الطمي ممكن يحتوي على نسب من الذهب والمعادن التقيلة. تكريك البحيرة ممكن يكلف حوالي مليار يورو، لكن العائد المتوقع أكبر بكتير. وكمان إزالة الطمي هترجع السعة التخزينية للبحيرة، وده مهم جدا للأمن المائي. وفي فكرة استخدام الطمي في البناء، كل مليون طن ممكن ينتج 500 مليون طوبة، وكمان ممكن يدخل في صناعة الأسمدة، يعني مورد مزدوج. الثروة السمكية، خليني أسألك سؤال مباشر كده، إزاي بحيرة بالحجم ده إنتاجها السمكي ضعيف؟ إيه اللي حصل؟ هل المشكلة في الطبيعة ولا في البشر؟ البحيرة ممكن تنتج لحد 100 ألف طن سنوياً، بس الإنتاج الحالي 20 ألف طن بس. الفرق كبير جداً. التمساح الواحد ممكن ياكل حوالي 5 كيلو سمك يومياً. لو عندك 10,000 تمساح يبقى 50 طن يومياً، يعني خسارة سنوية ضخمة جداً. وكمان الصيد الجائر بيقضي على الزريعة قبل ما تكبر. الحل تنظيم الصيد وتطوير المفرخات وتقليل التماسيح، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الإنتاج وجودة المية. وفي دول زي النرويج، استخدام الأنظمة الذكية زود الإنتاج وقلل الفائد. كمان إدخال سلالات سمكية محسنة ممكن يضاعف الإنتاج خلال سنوات قليلة. تطوير السد العالي. طب استنى بقى، إحنا لحد دلوقتي بنتكلم عن فرص، تعال نتكلم عن الخطر الحقيقي. إيه اللي ممكن يحصل لو السد العالي حصل فيه خلل كبير؟ خلينا كده نتخيل سيناريو مرعب شوية. لو حصل فيضان ضخم جدا والسد ما قدرش يستوعبه بسبب الطمي أو ضعف الإدارة، إيه اللي ممكن يحصل؟ إحنا بنتكلم عن ملايين الأمتار من المية ممكن تتحرك بشكل غير متحكم فيه، وده ممكن يهدد مناطق كاملة على طول مجرى النيل. مش بس كده، ده ممكن يوقف الزراعة ويضرب الاقتصاد في مقتل. وفي دراسات عالمية بتقول إن أي انهيار جزئي في سد ضخم ممكن يسبب خسائر بمليارات الدولارات خلال أيام. عشان كده تطوير السد مش رفاهية، ده خط دفاع أساسي. طب استنى بقى، إيه اللي ممكن يحصل لو السد العالي ما اتطورش؟ هل الموضوع مجرد صيانة ولا في حاجة أكبر؟ السد العالي بقاله أكتر من 60 سنة، وده رقم كبير لأي منشأة. التطوير مش رفاهية، ده ضرورة. تم رفع الإنتاج من 2100 ل 2400 ميجا وات، وتم تحديث أنظمة المراقبة وإضافة أنظمة إنذار مبكر. التغير المناخي ممكن يزود الفيضانات بنسبة 40%، فلازم يكون في جاهزية كاملة. كمان تطوير مفيد توشكا لزيادة تصريف المياه في حالات الطوارئ، وكمان تحديث أنظمة التشغيل بيحسن كفاءة إدارة المياه على مدار السنين. خامس سبب، المخاوف البيئية. أي تدخل في البحيرة ممكن يأثر على النظام البيئي، يعني الموضوع ما كانش إهمال بس، كمان مزيج من تحديات. السؤال بقى، هل الظروف دي اتغيرت دلوقتي فعلا ولا لسه نفس المشاكل موجودة؟
إحنا مش بنتكلم عن مشروع، إحنا بنتكلم عن مستقبل اقتصاد كامل. بحيرة ناصر ممكن تبقى كنز يغير شكل مصر، أو تفضل كنز مدفون زي ما هي. السؤال الحقيقي مش إيه اللي موجود، السؤال إحنا هنستغله ولا هنسيبه يضيع؟ إحنا قدام فرصة ضخمة جدا، مكان واحد فيه مية وطاقة ومعادن وزراعة. لو اتدار صح ممكن يغير اقتصاد مصر بالكامل، ولو لأ هيفضل كنز نايم. الفرق دايما مش في الموارد، الفرق في الإدارة. بس كده، سلام.